الهلال إلى المغرب للمشاركة في بطولة أندية العالم. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة الرياضية التي تأتي لأسماعكم عبر أثير إذاعة الإخبارية، وفيها غادرت بعثة الفريق الأول بنادي الهلال إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها الرباط من الأول من فبراير حتى 11 من الشهر نفسه، بمشاركة أندية ريال مدريد الأسباني، فلامينغو البرازيلي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، سياتل ساوندز الأمريكي. وسيخوض الهلال أولى مبارياته في المونديال يوم السبت المقبل أمام مستضيف البطولة وبطل أفريقيا نادي الوداد البيضاوي المغربي. للحديث أكثر حول مشاركة فريق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية يسعدنا أن ينضم معنا عبر أثير إذاعة الإخبارية الأستاذ مشعل الوعيل المشرف على الرياض اليوم. مشعل، مرحبا. الله يحييك أستاذ خالد، ومسا عليك ومسا على السادة المستمعين. مشعل، بعثة الهلال غادرت إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وحال الهلال لا يسر لمحبيه ومتابعيه، وأيضا كونه ممثل الوطن. فكيف ترى أنت هذه المشاركة الهلالية في ظل الظروف والمعطيات التي يعيشها الهلال الآن؟ نعم، سأبدأ من حيث ما انتهيت أستاذ خالد. بالفعل الهلال يغادر إلى الأراضي المغربية وهو محمل حقيقة بجراح عدة، حالة من الصخب الجماهيري الكبيرة التي تحيط بالفريق وبأحوال الفريق، حالة من عدم الرضا تسود المدرج الأزرق. الفريق يتخبط منذ نهاية كأس العالم، والفريق الهلالي بعد عودة اللاعبين وفراغ اللاعبين من المشاركة المونديالية، الهلال حقيقة لا طعم لا لون لا رائحة. الجماهير الهلالية نظير الأوضاع الراهنة، حقيقة كثير من الجماهير يعني تقلصت أحلامها. البعض لا يتوقع بأن تكون هذه المشاركة أفضل من المشاركات السابقة، وتحديدا المشاركة السابقة. حالة من التخوف تسود المدرج الأزرق، حتى كثير من النقاد لا يعني حقيقة لا يغرق في تفاؤله. أعتقد وفق الثلاث مشاركات الهلالية السابقة تعد هذه أكثر مشاركة يدخلها الفريق الهلالي وهو في حال ما هو فنيا جيد، ولكن أتوقف قليلا. خلينا يعني أبدأ من حيث انتهيت، وذكرت أن آخر 3 مواجهات للهلال لم تكن مرضية. أنا بتكلم عن المواجهة الأخيرة، مشاركة الشهري والحمدان لأول مرة في بداية المباراة. الشهري والحمدان لم يقدم أي شيء يضيف الفريق الهلالي في تلك المباراة أمام الفيحاء. أيضا 3 محترفين داخل الملعب ومثلهم خارج الملعب، بالإضافة إلى إصابة إيغال والذي يتواجد خارج تشكيلة نهائيا. ماذا يريد السيد دياز من هذه التشكيلة؟ نعم، شوف أستاذ خالد، أعتقد أن هناك ثمة عوامل اجتمعت على الفريق الهلالي. أعتقد أن الهلال منذ زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 لاعبين ثم إلى 8 لاعبين، أعتقد أن الهلال أقل الأندية المحلية استفادة من اللاعبين الأجانب. سبب أن قوة العنصر المحلي في الفريق الهلالي جعلت الجماهير يعني تغض النظر عن ضعف مستوى اللاعبين الأجانب. حتى في الموسم اللي حقق فيه الهلال دوري أبطال آسيا في النسخة الأولى، باستثناء لاعبين جوميز وجوفينكو، ولكن بقية اللاعبين ما كانوا بقيمة اللاعب المحلي. اليوم لما تراجع مستوى اللاعب المحلي ومنع الهلال من التسجيل، أعتقد أن كثير من دعنا أقول مكامن الخلل في الفريق الهلالي عرت أمام الجماهير، أصبحت يعني واضحة وجلية أمام المدرج الهلالي. أعتقد أنه دياز قد يتحمل جزء من الحالة التوهان الفني في الفريق الهلالي، ولكن في المقام الأول أعتقد أنه ظروف الفريق لا يمكن حقيقة إلقاء اللوم تماما على الأرجنتيني رامون دياز. طيب، ولكن خلينا في ظروف الفريق. يعني مش على الآن، أنت لما تكلمت عن ظروف الفريق، أحدث لاعب سجل في نادي الهلال كمحترف اللي هو إيغالو، وأرجو أنك تصحح لي المعلومة إذا كانت غلط. صحيح. إيغالو الآن داخل الموسم الثاني مع الهلال. قرار الإيقاف لم يأتي إلا في منتصف الموسم القادم. أين الإدارة؟ أين من يتابع الفريق فنيا؟
عندما يرى أن هناك انخفاضا في مستوى، كما تفضلت أنت وليس بلساني، كما تفضلت أنت، انخفاض في مستوى اللاعبين الأجانب في الهلال. صحيح. طب استاذ خالد، طالما اننا نتحدث عن السلبيات، دعني حقيقه الوم الاداره الهلاليه ليس في موضوع الاجانب، بل الومها في موضوع محمد كنو عموما. يعني اللاعب حينما لم تصل الى نقطه اتفاق معك، كنت يعني لست بحاجه حقيقه الى التعاقد معه بهذه الطريقه والتجديد معه بهذه الطريقه وتكليف الفريق حقيقه ازمه لمده موسم ونصف يمنع الهلال من التسجيل. ولكن انت تتخيل استاذ خالد، الهلال لا يعاني فقط على مستوى الفريق الاول، حتى على مستوى الفئات السنيه. كثير من مواجهات الهلال اللي يخوضها في الفئات السنيه لا يستطيع الفريق الهلالي اكمال قائمه المواجهه بسبب حاله النقص، بسبب عدم قدره الهلال على التسجيل. هذا خطا اداري فادح، وبقدر ما اشدنا في اداره فهد بن نافل وبالمنجزات التي حققت، الا انه اليوم لابد حقيقه انه نشير الى اصابع الخلل ونقول والله انه الاداره الهلاليه بخطاها في موضوع محمد كنو كانت هي حقيقه من اوقعت الفريق الهلالي اليوم في موقف لا يحسن. طيب مشعل، اضيف على ذلك ايضا الاختيارات الفنيه للاعبين الاجانب. يعني فييتو كان موجود والتسجيل متاح، لم يكن اللاعب بالمستوى. ميشايل لم يكن بالمستوى. اذا ثمة عوامل حقيقه اجتمعت، لا يمكن اختصار المشهد الهلالي او اختزال المشهد الهلالي، فانه والله قراءه رامون دياز خاطئه. هذا الكلام مشعل اللي انت قاعد تقوله الان، يعني في وقت سابق لم يكن موجودا، خاصه في الاعلام الهلالي. يرون أن الإدارة على حق بأنها حافظت على أحد نجومها، يرون بأن الإدارة لم تخطئ، وأن ما قام به النصر كونه هو الذي أقام الدعوة على الفريق الهلالي وتسبب في هذه العقوبة، أن النصر لم يكن موفق، وهو من قام أيضا بالتعاقد مع اللاعب بطريقة غير نظامية. خلينا من النصر، خلينا في الهلال وفي الإعلام الهلالي. نعم، اتفق معك تماما، اتفق تماما. ولهذا للاسف كثير من الاطروحات الموجوده في اعلامنا سواء الاعلام الهلالي او عموم الاعلام غير منطقيه. يعني الانتصارات تجعل الجميع يعني يغض النظر عن الاخطاء. الخطا كان واضح وصريح، والمشهد مشهد وسيناريو تجديد محمد كنو ما كان مشهد حقيقه احترافي ولا يليق ب يعني بقيمه نادي الهلال بهذه الطريقه. اعتقد انه مسيري الهلال اخطاوا خطا فادح حينما وصلوا الى طريق مسدود مع محمد كنو. كان مفترض انه تحترم رغبه اللاعب، لا ندخل او لا تدخل الاداره الهلاليه في مزايدات في ذلك وتفكر في بدائل محمد كنو. ولكن ما ان وقعت الازمه الان ما يجعل الحقيقه الحديث مطمئن لمسيري الفريق الهلالي، انه الهلال اعتاد في احنك الظروف وفي اصعب الظروف انه دائما يظهر معدنه النفيس ومعدنه الحقيقه الاصيل ان صحت التسميه. الهلال في كثير من البطولات دخل بطولات وهو ابعد المرشحين. يكفي ان نقول ان اول بطوله اسيويه حققها الهلال في عام 1992 كانت الجماهير الهلاليه وقتها تنادي الاداره الهلاليه بقياده الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله بعدم المشاركه في البطوله. الهلال حينها كان متقهقر فنيا وكان يعاني من خلل واضح في المشهد المحلي، ولكن استشعروا لاعبي الهلال استشعروا الشعار وحققوا البطوله الاسيويه. طبعا انا لا اقول هنا ان الهلال سيحقق كاس العالم حتى لو كان في افضل حالاته، ولكن لا اعتقد ان سوء الهلال المحلي سيلقي بظلاله على المشاركه العالميه. طيب، ما دامك اشدت انت بشخصيه الفريق الهلالي، اينما يحضر يكون حاضر بشخصيته، وانت تؤكد على هذه المقوله. واذكر في نشره سابقه تحدثت عن شخصيه الفريق الهلالي وهي التي احيانا تاتي بالفوز للفريق الهلالي. نعم. الان الهلال بهذه الظروف امام الوداد على ارضه وعلى ملعبه وامام جمهوره. الوداد معروف من الفرق الافريقيه وليست المغربيه تحديدا، الافريقيه التي يعني تعتبر ندا قويا. صحيح بلا شك. زي ما تفضلت استاذ خالد انه نادي الوداد ليس على المستوى المغاربي فقط، وانما على مستوى الكره الافريقيه، هم الانديه العريقه والانديه التي شارها بالبنان. وحينما نقول ان المواجهه تقام على ارض مغربيه، يعني خلينا نقول مع احترامي الشديد، حينما خاض الهلال مواجهته امام الجزيره الاماراتي في ملعب الجزيره الاماراتي كانت الجماهير الهلاليه كانت اكثر من جماهير الجزيره، وبالتالي كان الهلال يلعب خارج ارضه ولكن بين جماهيره. ولكن نعرف اليوم
حجم تأثير الجماهير في المغرب وحجم الحماس اليوم، شبكات التواصل الاجتماعي في تداول كبير لمقاطع تفاعل جمهور الوداد، ندرك انه حقيقه الهلال سيواجه صعوبه بالغه جدا، ولكن نتحدث عن لاعبين معظمهم شاركوا في كاس العالم، يجب ان لا ينصاعوا قلب الضغط الجماهيري، يجب ان لا تؤثر فيهم الضغوطات الجماهيريه، لابد انهم يستشعرون الحدث. واعتقد انه الهلال متى ما ظهروا لاعبي الهلال في مستواهم، اعتقد ان الهلال قادر على كسب المواجهه. طيب مشعل، سؤال اخير ونختم في هذا اللقاء. مشعل، يعني الوداد المغربي سوف يستحضر شخصيه المنتخب المغربي في قطر، وهو الذي حقق المركز الرابع وقدم مستويات جيده. يعني الوداد المغربي سوف يخوض هذه المباراه باسم وسمعه الكره المغربيه. نعم، ولهذا اعتقد اليوم اتصفح حقيقه عدد من الصحف المغربيه، هناك حاله من المطالبه من الجماهير المغربيه بان يحقق الوداد بطل البطوله، ينظرون الى منتخبهم الذي وصل الى رابع العالم. ما الذي يمنع نادي مغربي حينما تقام البطوله على ارضه ان يحقق البطوله؟ وبالتالي هناك ايضا ضغط كبير من قبل جماهير الوداد على الفريق. اعتقد انه جمهور الوداد سيخوض المواجهه وهو تحت وضع ضغط نفسي اكثر من الهلال. الزميل مشعل الوعيل المشرف على الرياض اليوم، شكرا لك وقد كنت معنا في هذه المداخله. شكرا لك.